مؤرقان يعني. ايه هي بقى؟ اهل الصعيد وانا منهم، من ارجل الناس. سيبك من ان انا منهم، اركني انا على جنب كده، مالكش دعوه بالقصه دي يعني، عشان ايه ما اقولكش انا بمدح نفسي، بس في العموم هم من ارجل الناس، من اجدع الناس، من اشهم الناس، من اادب الناس، من اقرب الناس. خدها مني والله، او خدها من غير اتعامل مع الصعايده، سيبك من انا، خليني انا على جنب كده، خليني بره الحسابات. لكن عندهم مصيبه، عندهم مشكله. ايه هي المشكله دي؟ مشكله الثأر، التار. موضوع متأصل في دمائنا، مش عارفين نتخلص منه للأمانة والله. وللأسف الشديد أسباب المشاكل اللي ممكن تترتب عليها إنه ناس تموت ممكن تكون في قمة التفاهة، والله العظيم. يعني ممكن تلاقي مثلا احنا الغيطان كده، الغيط الزراعي بين الغيط والتاني احنا بنسمي الحتة اللي في النص دي بطال، حد يعني فاصل. لو اتدحرج كده مثلا لمدة مسافة مثلا سنتي ولا سنتي ونص، ممكن تموت عليها رقاب، ويحسبوها لك، يقول لك ده مستكردنا، ده بص ده شايفنا قليلين، ده حدوته، موضوع كبير قوي. ممكن تلاقي مشكله ان عيل صغير ضرب عيل صغير تاني، فالكبار اتدخلوا فماتت الناس. تدور على سبب المشاكل ممكن ما تلاقيهوش يستحق ان يحصل فيه ولو علو صوت حتى. اتنين شباب زي الورد في البداري، هات لي صورتهم يا ابني الله يبارك لك، هاتوا له صورتهم يا شباب، اهم زي الورد. عمر ابو ضيف عبد الرحيم عنده 32 سنه، واخوه احمد ابو ضيف عبد الرحيم عنده 28 سنه، شباب زي الورد في البداري في قريه الشيخ عيسى في مركز البداري في اسيوط. مساله ثأريه، مصيبه كبيره جدا، انت بتحاول تفهم ايه اسبابها. الشباب حصل مشكله بينهم وبين عيله تانية، ودول الشابين اللي زي الورد دول رايحين يزوروا عمهم ويزوروا والدهم مسجونين في مركز قسم البداري، وإذا بمجهولين يطلعوا عليهم على كوبري اسمه كوبري المجموعة عندهم في البداري، ويوبلوهم بالرصاص. يموت الشابين اللي زي الورد دول، وابن عمهم كمان كان لحد لحظة وقوع الحادثة يصارع الموت. شوفوا له الأستاذ محمود مالك يا شباب. أنا هحاول أفهم الموضوع أكتر من الأستاذ محمود مالك مدير مكتب الأخبار بأسيوط. أهلا بيك يا أستاذ محمود. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. قرب لي التليفون والنبي الله يخليك، خليني اسمعك كويس. حاضر. استاذ محمود، انا بس عايز اسال حضرتك ايه السبب الاصلي اللي ادى للطار من الاول؟ يعني في مشكله اكيد حد مات فيها، فالشباب دول قتلوا لاخذ ثأر، ايه سبب المشكله في الاصل؟ المشكله كانت من سنتين. كان في شاب تعدى على منزل احد افراد هذه العائله، وهي عائله العقيله. عائله العقيله. اه تمام. يعني حتى يقال ان هو ضرب نار على البيت، فجت خرسانه فارتدت الطلقه عليه فمات. طلق على واحد في البيت ده فمات. يعني على البيت نفسه يعني. تمام. ولكن هم كانوا يعني كانوا عايزين يضربوه في نفس التوقيت. دي بدايه الشهر، وده كان من اكثر من سنتين. ايه سبب انه راح على العيله يضرب نار؟ مش معروف السبب؟ لا، خلافات، يعني خلافات جيره. خلافات جيره. هم جيران؟ جيران. هم من قريه ابو عيسى، وهم جيران. واللي حصل المره دي انه طفل يعني تحرش بطفل وقال له ان احنا يعني قبل كده قاتلين منكم حد. فكان السبب ان واحد منهم راح عمل محضر تحتجز ابوهم وشقيقهم الاكبر وابنه. ابوهم وشقيقهم الاكبر وابنه احتجز لحين الصلح. وفي اثناء هذه الاحداث، اثناء احتجازهم، تربصوا بيهم مجموعه من الافراد من عائله
الكحيلة. الكحيلة. واطلقوا عليهم رصاص وهم رايحين الزيارة. يعني اللي سخن الموضوع عيال صغيرة. بداية الموضوع المرة دي كانت عيال صغيرة في الشارع احتكت ببعضيها، فذكرت الحادثة السارية اللي هي من سنتين، بالرغم ان هذا الطرف المضروب هذه المرة هو ليس له علاقة بالثأر الأساسي، يعني بالموضوع اللي هو من سنتين. يعني الشباب اللي زي الورد اللي ماتوا دول ما لهمش علاقة بالموضوع من أساسه. يشترك مع الطرف المتهم سابقا في الجلد الرابع. يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. يعني هو ما هو إلا واحد من العيلة. الشابين دول كانوا في السعودية ليهم 3 سنين ولسه جايين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم أفضلهم، أحسنهم أخلاقا، الناس تعرفهم القرية بالحب والود، وكمان يعني كأشخاص مثقفين ومنورين. طيب هم الاثنين دول، فمجرد ما جم من السعودية، جايين من السعودية وهم ليهم كانوا 3 سنين ما جوش، يعني اتعمل لهم هذا الكمين، وواضح ان هو كان مخطط، يعني حتى تحرش الأطفال ببعضها كان شيء مخطط ليه من البداية. طيب اللي قتل سابقا الرصاصة الخطأ اللي جات زي ما قلت حضرتك ان هي خبطت في عمود او في حيطة من البيت، ده هو يعني قتل نفسه. هو احد افراد الكحيلة كان متهجم على البيت، وكانوا متحفزين له افراد العقيلة، واطلق رصاصة جت في الخرسانة فارتدت فقتلته. وهذا ما يقال، يعني هذا ما يقال ضمن التحقيقات، وحتى ان في 2 اتهموا اخذوا احكام مخففة بحكم ان هو قتل خطأ. ان هو قتل خطأ. تمام. طيب تم القبض على الجناه؟ طبعا اللي ضرب هذه المرة حتى الآن يعني هاربا، ولكن هم اتهموا 5. اتهموا 5. تمام. يعني هم أهل العائلة دي اتهموا 5، أهل الاثنين المتوفيين اتهموا 5 أفراد. تمام. لكن زالت القوات أو الشرطة جارية البحث على المتهمين. تبحث عنهم، ويعني مؤكد ان هو يعتمد عليهم. اكيد طبعا. انا يعني باذن الله هنتابع الموضوع عن قرب مع حضرتك الاستاذ محمود مالك مدير مكتب الاخبار باسيوط. شكرا جزيلا لحضرتك. أمرك. لكن خليني اقول لكم على حاجه. انا يعني اطالب الاجهزه الامنيه والدوله والمشرع بالذات في مسائل الثأر يسرع في تقاضيها. الناس بتبقى محتقنة جدا 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 لما يقتل ليهم حد، متربصين لقتل آخر. خلينا نبقى متفقين. فلو حد قتل حد والمحاكمة كانت عاجلة، تمت في وقت بعد انتهاء التحقيقات مباشرة، وأصدر الحكم ونفذ بالإعدام، ينفذ القصاص، ودي كانت تعليمات رئاسية على فكرة من سنين فاتت. لو أعدم أحيل المحكمة وأعدم بأسرع وقت، الأمور هتنتهي، والأمر ده سيقضى عليه للأبد. مش هنقدر في الأول وفي الآخر غير نغير عادات، لكن نقدر جدا جدا نعمل محاكمة عاجلة تنهي على مسائل موجودة جوه الناس هي في غنى على أن تكبر وتكون موجودة. رحم الله المتوفين وأصلح الله بين ذات البين يا رب.